محمد الجندي شاب مصري من مواليد محافظة الغربية عام 1983، يعمل مرشدا سياحي. انخرط في العمل السياسي بعد الثورة، وأصبح عضوا مؤسسا في حزب الدستور والتيار الشعبي. اختفى محمد وأغلق هاتفه المحمول، وظلت الظروف التي تحيط بحادث اختفائه غامضة، إلى أن اكتشف أصدقاؤه أنه نزيل بمستشفى الهلال الأحمر كمصاب في حادث سير حسب سجلات المستشفى. محمد ابني 28 سنة، زهرة عمري، ما عنديش غيره. محمد ابني متعلم تعليم عالي. يا ابني ده كان مسافر معايا العمرة الأسبوع ده، قال لي أعرض مطالب الميدان واجي يا أمي عشان نروح العمرة سوا. بيوديني علشان هدية عيد الأم. لفينا الأقسام ولفينا المستشفيات ولفينا ورحنا حتى مشرحة زينهم، تمام، ولم نستدل على مكان. جينا المستشفى دي كمان دورنا فيها وقالوا ما فيش حد بالاسم ده، فجالنا إخبارية إنه في المعسكر اللي في الجبل الأحمر. فأهله ولاد عمامه ولابن عمته كلهم واصحابه الأصدقائه عملوا صور لمحمد وراحوا وقفوا قصاد المعسكر 4 ساعات، كل ما يطلعوا دفعة يفرجوهم صورة محمد، يقولوا له جوه بينضرب. قعدوا يضربوا فيه 3 أيام يا ابني. اللي عرفناه من الناس اللي كانوا طالعين من معسكر الجبل الأحمر إن محمد بالخصوص هو بالذات كانوا بيتبادلوا عليه الضرب. في سحقات هنا في الرقبة، في تكسير في الأسنان، يبقى أكيد معيش حادثة عربية. في الإشارة جاية عربية إسعاف الدوية ما بتنزلش التحرير، وهم هنا في المستشفى قايلين لنا إن هو جاي من التحرير، حادثة عربية جاية من التحرير. نزل عشان الشعب ده ونزل عشان الغلابة. جزاته إن هو ظابط علشان شتمه يقوم يعمل في ابني كده. ابني أنا استودعته عند ربنا في إيد اللي ما يضيعش وديعة. وأنا بقول لربنا أنا في جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقول لابني كم جاءتني شدة بجيشها وضاق صدري من سوالها فأتتني ألطاف الله بالفرج. وبطلب من شعب مصر كله يصلي لابني، مسلمين ونصارى، وفي المساجد وفي الكنائس، لعل الله يقبل دعاء واحد فيهم يكون مؤمن وهو قريب من ربنا أكتر مني. دي قصة تانية، قصة محمد الجندي اللي اتكلمنا عليها امبارح، اللي اختفى